استقرار حدودنا مع سوريا، بالإضافة إلى ذلك يؤثر على أمن واستقرار سوريا وعلى وحدة الأراضي السورية بشكل عام. وعلينا أن نتخذ موقفا مشتركا فيما يتعلق بالمنظمات التي تبث الإرهاب في هذه المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على السلام والاستقرار في هذه المنطقة. إن تركيا تهتم بوحدة الأراضي السورية، وإن تركيا عازمة على البقاء في هذه المنطقة حتى يتم توحيد الأراضي السورية وحتى يتم القضاء على التهديد الذي يأتيها من قبل المنظمات الإرهابية. نحن سوف نتخذ كافة الخطوات اللازمة من أجل ذلك. نحن نتحرك وفق القرارات المتخذة في هذا الإطار، وسوف نكون في اتفاق مع الأمم المتحدة وكذلك مع كافة الأطراف التي تتوافق في هذه المنطقة، ونحن نهتم بتهيئة كافة الشروط من أجل حل الأزمة وكذلك من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم. وعلينا أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار بشكل مباشر، وعلينا أن نكون متفقين مع بعضنا البعض وكذلك مع الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في هذه المنطقة. وعلي أن أقول أيضا بأن مع المعاهدة التي تمت في عام 1915 فيما يتعلق بمنع الأسلحة الكيماوية، هذه المعاهدة واضحة تماما، ولكن علينا أن نعلم جيدا بأن الآلاف يموتون نتيجة هذه الأسلحة الكيماوية دون أن يتحرك المعنيون بهذا الموضوع. علينا أن نعلم بأن الذين يموتون نتيجة الأسلحة الكيماوية هم أيضا يموتون نتيجة الأسلحة الأخرى، سواء كانت الأسلحة كيماوية أو غير كيماوية، فإن النتيجة واحدة. النتيجة هي كارثة إنسانية في هذه المنطقة. هناك الآلاف وعشرات الآلاف يموتون في هذه المنطقة، وبالتالي علينا أن نضع حدا لهذا الموضوع ولا نفرق بين الأسلحة الكيماوية وغير الكيماوية، وأن نبدي موقفا موحدا في هذا الموضوع. وإن روسيا تلعب دورا مهما في هذا الأمر، وإن القرارات سوف تكون مهمة في هذا المجال. أسأل الله تعالى أن يكون القرارات التي سيتم اتخاذها في هذه القمة وسيلة إلى الخيرات والبركات لإخواننا السوريين. هناك 12 قرار سوف يتم اتخاذها أو 12 مادة سوف يتم الحديث عنها حول هذه القمة، وإن الجميع ينتظر النتيجة التي سوف نخرج بها من هذه القمة، ونؤمن بأننا سوف نرى هذا بشكل واضح على أرض الواقع. وأشكر مرة أخرى أخي السيد روحاني على استقباله الحافل، وسوف نقوم بالاجتماع المقبل في روسيا أيضا، وأنا أتمنى أن ننتقل إلى روسيا ونحن قد اتخذنا خطوات إيجابية من هذه القمة. Teşekkür ederim değerli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuşmalarında
قمتنا لهذا اليوم هي مهمة جدا لأنها تقام